في يوم سمعني نغمة وقال لي أنا عاوز ألحن لشادية لأن بقالي كتير مفيش حاجة بعملها. فعملنا غنوة لما راح الصبر. فمع شادية بقت قال لي ايه رأيك بقى احنا ندي اللحن ده لشريفة. قلت له ما عنديش مانع. لما راح الصبر منين كان يسأل عن دواء، قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر نكون سوا. هو ملحن عبقري جدا. في الأيام التانية بقى كنا أحيانا هو يروح عند شريفة بيلعبوا كوتشينة وحاجات كده وأنا ماليش فما أروحش. مرات أخرى كان يروح الكازينو بتاع شريفة فاضل وليه كرسي فوق أو هي ليها ترابيزة خاصة فوق، فكنت أروح معاه نقعد نتسلى ونتفرج على الفرجة من فوق على الناس اللي هم تحت في الصالة. شيء مدهش يعني، ده بيعمل مش عارف ايه ودي بتعمل ايه وده مسك مين وده ايه وده بياكل ايه وده. فأنا كنت مبسوط جدا من الحكاية دي. فشريفة كان في كلمة معصلجة في الغنوة لما راح الصبر منه وكان يبحث قلت يا اختي يبحث ف قلت لها ايه يبحث يعني بيدور؟ قالت يدور. وبقينا اصحاب بعديها عملنا غنوة تاني لف الدنيا بحالها مهما تشوفوا جمالها راح ترجع هنا. دي حكايتي معاها. أطول من